خسارة جديدة للأهلي في وقت احنا كنا محتاجين فيه الفوز جدا. هي المشكلة مش في الخسارة، يعني عادي، انت وارد انك تخسر، وارد انك تكسب. بس المشكلة اللي في الماتش نفسه. المشكلة مش الفرقة خسرت. المشكلة ان الفرقة فين شكلها. انا اول مرة في حياتي حرفيا اتفرج على ماتش للأهلي 90 دقيقة من غير اي رياكشن. ما مفيش كرة زعق فيها، مفيش كرة اشتم فيها، مفيش كرة احس ان هي هجمة خطيرة لينا. انا قاعد طول الماتش زي ريبيرو قاعد اعمل كده، عداني. فرقة تسد النفس، اداء يسد النفس، مدرب يسد النفس. مفيش اي حاجة تفتح النفس. لو جينا بصينا للموضوع من الاول خالص، هي مش مشكلة لعيبة، مش مشكلة مدرب، مش مشكلة اي حاجة في الاساس غير الادارة. وبعد كده يجي وراها كل ده. ليه انا بقول الادارة؟ تعال كده نيجي من الاول خالص. اول حاجة، بدأنا السيزون، قال لك مدير رياضي كابتن محمد يوسف. مع احترامي الكبير للكابتن محمد يوسف، هي ايه فكرة المدير الرياضي جوه مصر؟ هل بجد اللي شغالين في القطاع الرياضي وفي الأندية فاهمين معنى كلمة مدير رياضي وسبورتس دايركتور؟ يعني هم فاهمين معنى الكلمة دي، ولا سمعوها وبيكرروها وبيجربوا ومش فاهمين ازاي اصلا تتطبق؟ مبدئيا، كابتن محمد يوسف، يعني مش هنقول ايه مؤهلاته ان هو يبقى مدير رياضي. يعني هو كمدرب فني اقل من المتوسط، مع احترامي الشديد ليه، مع احترامي الشديد ليه، اقل من المتوسط، اقل من المتوسط. طيب، انا دلوقتي السبورتس دايركتور ده ايه اصلا مواصفاته، وايه اصلا شهاداته، وايه اصلا الكورسات اللي المفروض يبقى ياخدها عشان اصلا يبقى جاهز للمنصب ده؟ هل كابتن محمد يوسف دارس سبورتس مانجمنت؟ ما يعني الاداره الرياضيه، هل هو دارسها؟ هل هو معاه شهاده بتقول ان هو دارس الاداره الرياضيه؟ ما اعتقدش، ما اعتقدش. يعني يا ريت يبقى ده موجود، بس ما اعتقدش. طيب، السبورتس دايركتور ده في العالم كله، اول حاجه، غير طبعا ان هو لازم يبقى دارس وعارف وبيبقى ليه حق التصرف في الكوره، في النادي اللي هو ماسكه، من شراء لعيبه لبيع لعيبه لشراء، للتفاوض مع مدربين، لاخذ قرارات. كابتن محمد يوسف ما اعتقدش ان هو عنده خبره في الحاجه دي. هل كابتن محمد يوسف عنده كونتاكت كبيره اصلا بره؟ يعني السبورتس دايركتور ده من اهم مميزاته الكونتاكتس بتاعته. يعني لازم يبقى معروف بره ومعروف في الوسط. مش هنقول في مصر، مصر هنا صباح الفل دي حبيني كلها، هنا يوم وبكره هنا يوم، فصباح الفل. لكن انت بقى بتطبق حاجه جايبها من اوروبا، يبقى تطبقها صح. هل كابتن محمد يوسف، لو انت عاوز تجيب لعيب من اوروبا، كابتن محمد يوسف هو اللي هيروح يعمل هيروح يعمل المفاوضات دي؟ ما هي دي مهام السبورتس دايركتور. هو اصلا اللي بيحط الاستراتيجي بتاعت فريق الكوره. يعني انت بتسلمه فريق الكوره كده وبتقول له اهداف النادي، بيحط لك استراتيجي كده يبنيها، من خلالها تحقق اهداف النادي. هل كابتن محمد يوسف ليه كونتاكت بره مع انديه في اوروبا، لو انت عاوز تلعيب من بره تروح تجيبها؟ ولا برضه هتبقى الوكلاء؟ انت كده ما عملتش حاجه. فايه بقى ايه فكره المدير الرياضي عندنا في مصر؟ لان انا لحد دلوقتي انا مش شايف ليها اي مهام. انا مش شايف ليها اي مهام حرفيا. احنا بنقولها وخلاص، بنطبقها وخلاص وزي ما تيجي. طب يا كابتن بيبو، عايز تعملها، شوف مين اللي من ولاد النادي، شوف مين من الشباب الجديدة مؤهل لده، ياخد دورات، يحتك، تبعته معايشة عشان تطبق ده. لكن لا، احنا مش هنعمل ده، ده الصح فمش هنعمله. انا بثق في ده، هات لي ده. هي إيه حوار الثقة دي يا جماعة؟ هو بجد ايه حوار الثقة دي؟ يعني ايه كابتن محمود بيثق في ده فبيجيبه في المكان ده، كابتن محمود بيثق في ده فبيجيبه في المكان ده؟
هو ايه حوار الثقه ده؟ اه محل بقاله، هتجيب واحد امين وخلاص يعني مش كده والله يا جماعه، دي مش كوره. دي مش كوره والله العظيم بجد. اللي احنا بنشوفه ده مش كوره. ماشي. ادي اول مشكله، مشكله التاسيس من البدايه. شكل الفريق من قبل ما تعمل اي حاجه من بدايه السيزون، وانت بتحط، مشيت كابتن سيد عبد الحفيظ مدير كوره، وجبت ومشيت كابتن عماد النحاس، جبت قصدي كابتن عماد النحاس يمسك، وبعد كده لا خليته يبقى مساعد لريبيرو. قبل بس ما يروح لريبيرو، كابتن سامي قمصان، كابتن سامي قمصان قعد كام سنه مساعد للمدربين الاجانب اللي بتيجي. هو احنا ليه بنحط اصلا في الجهاز مساعد مصري؟ ليه؟ اللي انا افهمه، اللي العقل بيقوله، اللي انا بحط واحد مصري لسه بياخد خبرات، بيكتسب خبرات وعنده بوتنشال. ليه؟ عشان يتعلم من الناس الاجانب دي، عشان بعد كده هو ده اللي هيسوق. لكن احنا لا، هاتوا مصري عشان نعرف نتكلم معاه، عشان نعرف لما نوصل له حاجه ده المصري ده اللي هيوصلها، عشان يتكلم مع اللعيبه. هي مش كده يا جماعه والله، والله ما كده خالص. انت هتحط واحد هنا عشان ياخد خبراته وبعد كده هو اللي يسوق. العالم كله ماشي كده، العالم كله ماشي كده. كل المدربين الكبار اللي انتوا شفتوهم دولت، النادي بتاعهم بعد ما يخلصوا هيشتغلوا في التدريب، اول حاجه بياخدوا الرخص التدريبيه اللي تاهلهم ان هم يشتغلوا. مش بعد ما يخلص بعدها بيومين بيمسك مدير قطاع الناشئين. ما فيش كده في العالم كله غير عندنا احنا، وما عندهمش اي فكره اصلا عن التدريب. اقسم بالله ما في حد عنده فكره عن التدريب في مصر الا من رحم ربي. ما فيش حرفيا والله. العالم كله رخص تدريب، وكل رخصه ليها عدد سنين معينه تشتغل بيها وفئه سنيه معينه. لكن انت هنا، انا نجم كبير، انت هتشغلني في الناشئين؟ شغلك في الناشئين؟ ده زيدان اشتغل في الناشئين عشان يمسك الفريق الاول. زين الدين زيدان اشتغل في الناشئين الاول، وبعد كده مسك الكاستيا عشان يمسك الفريق الاول. شابي الونسو نفس الكلام، راؤول جونزاليس نفس الكلام، ماسك الكاستيا. انتوا يا جماعه انتوا بتشتغلوا غلط، والله احنا بنشتغل غلط في مصر. وبنرجع نقول مفيش مواهب. لا مش مفيش مواهب، المواهب اكتر من زمان بكتير، وتطور اكتر بكتير. لان الناس العيال الصغيره دي طالعه بتشوف، اللي بيشوف ده بيحب يطبق. بيشوف دوري انجليزي، بيشوف دوري اسباني، بيشوف دوريات كبرى، بيشوف بطولات كتير، بيشوف لعيبه كتير، بيشوف طرق لعب كتير. فاللي بيشوف ده بيحب يجرب. لكن زمان ما كانش فيه اصلا انك بتشوف ده. انت كنت بتروح التمرين اللي بيتقالك عليه بتعمله ترتجل. فانت ما تقوليش ان مفيش مواهب، لا في مواهب، بس مفيش مدربين تعد المواهب. نقطه. في مواهب بالهبل في مصر، وتصلح انها تلعب في اي حته في العالم، بس مفيش مدربين تعد وتأسس المواهب دي، عشان لما يبقوا دلوقتي احنا بنتفرج عليهم في التلفزيون ما نقولش اللي بيباصي صح ده متأسس صح. يا فرحتي، التأسيس بقينا بنفرح بيه، اللي بيباصي صح بقينا بنفرح بيه. بعد كده احنا عملنا الصفقات. جينا الصفقات، محتاج جناحين او 3 أجنحة. جيت مشيت بيرسي تاو واحمد عبد القادر، فانا كده محتاج واحد هنا وواحد هنا. كان عندك ساعتها حسين، وكان عندك ساعتها طاهر. هتجيب له واحد هنا يلعب اساسي وواحد هنا يلعب اساسي. جبت بن شرقي، بعد كده رحت جبت تريزيجيه. هو ايه يا جماعه الجنان ده؟ طب ايه الطرف التاني ده فين؟ زيزو، بس مش هلعبه هناك. هو انتوا يا جدعان في ايه بجد؟ يا الكوره صعبه للدرجه دي في مصر؟ انتوا بتصعبوها ليه كده يا جدعان بجد؟ مبدئيا انا رحت جبت تريزيجيه ولا جبت بن شرقي؟ طب انا مش عارف يعني، انا كنادي اهلي مش عارف ان الاثنين دول بيلعبوا هنا؟ يعني انا مش عارف ان الاثنين، ان انا جايب واحد اجنبي وواحد جايبه من اوروبا، الاثنين بيلعبوا في مكان واحد وبياخدوا فلوس كتير؟ انا مش عارف كنادي
ان الاتنين بيلعبوا هنا، ولو واحد فيهم بس اللي لعب والتاني لا هيبقى في مشكله. يعني يا جماعه في ايه بجد يا جماعه؟ دي حاجات كلها بالعقل. لو جبت واحد عنده 17 18 سنه بالعقل هيقولها لك. جبنا اتنين. طب الجنب اليمين، انا بعت بيرستاو، مفيش. جبت زيزو. طب انا كل الوينجات اللي عندي مفيش وينج بيلعب برجله الشمال؟ لا مش مفيش. طب ازاي يا جماعه؟ طب ازاي بجد والله؟ يعني انا فرقه كبيره ما عنديش وينج بيلعب برجله الشمال حريف؟ مش حريف بيروح على الجول. يا عم مش حريف ولا بيروح على الجول، مفيش واحد بيلعب برجله الشمال عشان لو الدنيا مزنقه مع واحد بيلعب برجله اليمين يبقى ده عنده الحل على عدلته؟ مفيش. هم دول. ماشي. عملنا فتره اعداد. قبل فتره الاعداد طبعا كولر كان كله عايزه يمشي، مشيناه. بعد كده قال لك ريبيرو. مين يا عم ريبيرو ده؟ بتاع اورلاندو. درب فين ريبيرو ده؟ والله ده بيدرب بقاله بتاع 3 4 سنين. قبل كده كان لسه مساعد. طب ماشي، درب فين؟ درب في فنلندا، فريق اسمه انتر توركو. يعني مش هقول لك الدوري الفنلندي تعبان، الفرقه نفسها اصلا تعبانه في الدوري. ادي واحد. ودرب في اورلاندو. طب عمل ايه مع اورلاندو؟ مفيش. خد بطوله عامله زي كاس الرابطه عندنا كده. طب يا عم بلاش. فرقه اورلاندو، هل دي فرقه كبيره؟ لا. فرقه عندها مساحه ان هي تجيب مدرب صغير بيتعلم فيها، وهي كمان بتتعلم منه، وهي كده كده مش هتدفع فلوس كتير. اصل معلش اورلاندو مش هتجيب مدرب من بره تديله ملايين، مفيش الكلام ده. تعالى يا باشا هاخد لك كام 40 50 الف دولار بالكتير. عقدك 40 50 الف دولار، انت بتتعلم وانا ده امكانياتي. طيب ده جه مسك الفرقه 3 سنين، الاهلي فاوضه وخلص معاه. عشان النقطه دي مهمه قوي. احنا دلوقتي 99.9 من جماهير الاهلي تقول لك ريبيرو يمشي. في حبه بيقول لك لا، ازاي يمشي في بدايه الدوري كده؟ ده ملحقش. بص اللي ملحقش الراجل ده اتفرج على الفرقه بعد ما الاهلي اتفاوض معاه، اتفرج عليها مع عماد النحاس فوق ال6 ماتشات. يعني الراجل ده ذاكرهم كده، فاضلهم. مش هو ماسك فرقته وخلاص كان خلص مع فرقته ومضى في الاهلي، وعماد النحاس اللي بيكمل اخر الدوري. المفروض ذاكر الفرقه 6 ماتشات. 6 ماتشات دي حوالي تقريبا بتاع شوف بقى شهر ولا شهر ونص. خلص. خلصت الدوري وخدنا الدوري والراجل مسك. رحنا لعبنا كاس العالم. لعبنا كاس العالم، احتكيت بناس اكبر، فانت كده شفت الفرقه وهي بتلعب في الدوري مع مستويات انت ليك الابر هاند عليها، وشفت الفرقه وهي بتلعب مع مستويات هي اللي ليها الابر هاند عليك. فانت عندك تقييمين. عندك تقييم وانت اللي هتبقى متسيد في الماتش، وتقييم تاني وانت رد فعل. فانت كده محظوظ، انت خدت الفرقه وقدامك رؤيتين واضحين لاي مدير فني بيبقى عايز يعرفهم. تاني حاجه، خلصنا كاس العالم. احنا خلصنا كاس العالم، في لعيبه بعينها اللعمه يقول لك ما ينفعش تكمل في الاهلي. اللعمه. لا, لا انا لو اعمى وقاعد بسمع الماتش، بسمعه من اللي انا بسمعه اقول لك اللعيبه دي ازاي بتلعب. واحد كابتن محمد هاني. محمد هاني 30 سنه، انا مش عارف احنا مستنيين منه ايه. اتنين كابتن قفشه، لا تعليق. هقول ايه. ثلاثة طاهر محمد طاهر. فين طاهر محمد؟ طاهر محمد طاهر كل سنة يروح عامل لك 3 ماتشات جامدين واتصاب، بعد كده ما تشوفوش تاني. اتصاب ويرجع بقى عشان يجيب مستواه. احنا بنموت. ده اللعيب الوحيد اللي شفته بيستلم الكرة 2 متر قدامه، اقسم بالله. اتفرج عليه في اي ماتش، لو ما عملش الكرة دي ازيد من 3 4 مرات انا مش هتكلم في الكرة تاني. حسين خلاص كفاية. حسين لعيب كبير. حسين لعيب كبير بس خلاص. خلاص حسين خلاص، مش هيديك اكتر من كده. خلاص حسين دلوقتي 34 سنه،
فخلاص مش هيديك اكتر من كده. كابتن محمد الشناوي خلاص بقى، خلاص والله العظيم بقت بايخه، والله بقت بايخه. لعبوا شوبير، والله احنا العالم، احنا البلد الوحيده اللي في العالم اللي اللعيب الشاب بيبدا حياته وهو 27 سنه. خلاص بقى يا جماعه، خلاص. ده دوناروما كان بيقف لاي سي ميلان وهو عنده 18 سنه، اصل ما عندوش خبرات. طب هو الخبرات دي هياخدها منين يا كابتن؟ الخبرات دي بتيجي منين يا كابتن؟ مش لما انا العب واحتك هاخد الخبرات دي، ولا لما اشوف، ولا لما اتفرج؟ اما العب يا كابتن. مش لا، ده لسه حارس شاب ما عندوش خبرات، ما ينفعش نجازف بيه. نجازف بيه ايه يا جماعه؟ نجازف بيه ايه اصلا؟ هو ده دوري؟ احنا هنضحك على بعض. هو ده دوري؟ انا اول مره اشوف دوري الناس اللي قاعده بتتفرج بتلعب احسن من اللي بتلعب. اقسم بالله الناس اللي بتقعد تتفرج دي فيها لعيبه احسن من اللي بتلعب في الدوري. الحرس القديم بتاعك ده في ناس بعينها ما كانتش ينفع تكمل. انت قلت للمدرب قال لك لا، اصل انا عايزهم ومش عايزهم. احنا قلنا في البدايه انت عندك ايه؟ مدير رياضي. مدير رياضي ده هو اللي بيتحكم مين هيقعد ومين هيمشي بالتشاور مع المدير الفني، بالتشاور مع المدير الفني. بس لازم يبقى ليك رؤيه. انت شايف في لعيبه ما فيهاش كلام. قفشه ده ما فيهوش كلام يا جماعه، خلاص والله العظيم ما فيه كلام. قفشه ده ما فيهوش كلام بجد. محمد هاني ده ما فيهوش كلام بجد. خلاص مستنيين منهم ايه؟ خلاص قفشه مستواه مات، مات، مش عارف يجيب فورمه. محمد هاني مستني منه ايه؟ قول لي مستني منه ايه؟ شوف محمد هاني ده من امتى في الفرقه عمل ايه؟ مستني منه ايه؟ خلصنا البطوله، هجوم عندنا كويس، لعيبه خط النص كويسين، الدفاع انا لحد دلوقتي مش قادر اقتنع باللعيبه اللي عندنا في الدفاع دي. حد يقنعني ان دول مدافعين النادي الاهلي. اول حاجه احتاجنا مدافع في نص السيزون، رحت جبت مين؟ احمد العش. احمد العش المدافع رقم 3 أو 4 عندي، انا شاريه اول السنه بعد الاعاره ب 70 مليون جنيه. ده جنان، ده جنان. يعني انا دافع في لعيب 70 مليون جنيه عشان يبقى رقم 3؟ يا جدعان ده يعني انا مش عارف اجيب مدافع كويس. رحت جبت اشرف داري، حالف ما هيلعب. هو عامل مشكله بنت حرام في المغرب، تقريبا كان مصاحب واحده وسابها، عملت له عمل جايبه اجله. ما في الواد، ما فيش الواد، مش شايف الواد والله ما هيلمس الكوره. الواد بيرجع 3 دقايق ويتصاب. ازاز، لعيب ازاز. ما فيش كده يا جماعه. ما في ده غلب متولي. هل احمد العش ده يعني انتوا يا جماعه ده احمد العش ده بيعمل كوارث يا جماعه بجد. اقسم بالله، اقسم بالله بيعمل كوارث. مش عارفين نجيب قلب دفاع عدل، مش عارفين نجيب قلب دفاع كويس. يا يا عم بلاش قلب الدفاع، الباكات. يا جماعه ما عندناش باكات، والمصحف ما عندنا باكات. طب الباك ليفت ده انا مشيت علي معلول عشان السن. اقسم بالله، اقسم بالله علي معلول ده وهو عنده 80 سنه المكسحين دول ما يلعبوش عليه. لا لا، هم مكسحين بجد. كل اللي في الجنب الشمال دول مكسحين بالنسبه لعلي معلول. رحت جبت شكري، مشيت كريم الدبيس. طب انا كان عندي واحد، ما هو انا عندي واحد. رحت جبت واحد ومشيت واحد. هو ايه يا جدعان الهبل ده؟ هو فين التنظيم وفين الاداره؟ فين التنظيم بجد؟ ده كده تنظيم؟ ده كده رؤيه؟ ده كده سكواد؟ تشوف بقى في التلفزيون ده الاهلي عنده فرقتين، عنده عمق سكواد، عنده دبس رمان. يا جدعان دبس ايه ودبس سكواد ايه؟ دبس سكواد ايه وانا عشان جبت 3 قدام و2 في قلب الملعب كده عندي عمق سكواد؟ هعمل ايه باللي قدام؟ ما انا كل كرة عليا بجول. يعني انا قدام فطاحل ومش شايفين، ورا ما شاء الله مولد. تعالى يا باشا عبي وخش، خش هتجيبك، خش يلا، خش. ايه ده يا جماعه؟ ده ايه ده بجد؟ ده ادي كده ملف التعاقدات. انا مشيت علي معلول وما رضيتش اجدد اعاره يحيى عطيه الله. يعني حد يقنعني، حد يقنعني طالما انا مش عارف اجيب يعني باك ليفت، مفيش باك ليفت في السوق، مش عارف اجيبه دلوقتي. حد يقنعني ان شكري احسن من يحيى عطيه الله.
حد يقنعني ان لما لعب كريم فؤاد باك ليفت هيبقى احسن من يحيى عطية الله؟ يعني حد يقنعني بده؟ يا عم كان بيتصاب ومشيته. طب هات لي بقى فرده حلو. مش عارف اجيب، مش عارف اجيب باك ليفت. ايه المعضله في كده بجد؟ العالم كله ما فيهوش باك ليفت. واداره السكاوتنج، سكاوتنج ايه بقى يا جماعه؟ هو انتوا عارفين طيب السكاوتنج بيشتغل ازاي؟ لو مش عارفين قولوا. السكاوتنج ده مش اللي هو انا عايز فاروح اجيب لك، لا. السكاوتنج ده فريق كامل. ده فريق كامل، انت حاطط لعيبه في كل مركز A وB وC. ده كده السكاوتنج. انت مجهز. انت لو ده مش النهارده ده مكانه بكره موجود. من A لحد C. ده العالم كده بره. طالما انت بقى جايب سبورتس دايركتور وفريق سكاوتنج، هما بيشتغلوا كده بره. كل مركز فيه 3 لعيبه او 4 لعيبه، A وB وC. A هو نفس الافريج بتاع المستوى بتاع اللعيب اللي موجود، وبل بيبقى اعلى منه. B ده لعيب جايز يخش الفرقه. C ده لعيب عنده بوتنشال وينفع للفرقه. فين بقى السكاوتنج؟ فين انا لما بيمشي من عندي حد؟ مفيش. وسام مشي، معرفتش اجيب حد، رجعت محمد شريف. بقالي فوق ال3 سنين مش عارف اجيب باك ليفت، مش عارف اجيب مدافع، مش عارف اجيب مساك كويس. الباك رايت مش عارف، محمد هاني ماسك عليهم زله، مفيش ولا هيجيبوا حد، ولو جابوا حد انا اللي هلعب برضه. ادي كده التعاقدات. بدانا السيزون وحاجه في منتهى العبث. اقسم بالله من النوادر ان انا اقعد اتفرج على ماتش وابقى مش عارف في فرقه بتلعب بتشكيل ايه او خطه ايه او ايه افكار المدرب. حد يقول لي المدرب ده بيلعب ايه؟ 4 2 3 1، 4 3 3، والمصحف ما هتفهم، والله ما هتفهم زيزو ده بيلعب ايه. زيزو بيلعب ايه طيب؟ بيلعب 8 ولا بيلعب 10 ولا بيلعب وينج؟ مش فاهمين اي حاجه. مش فاهمين اي. هو مدي ال3 اللي قدام هيسو اتحركوا زي ما انتوا عايزين. لا، اصل افكاره والباص ايه؟ باص المدرسه ده. ده لعب باص المدرسه. ده ما باص ايه يا جماعه؟ باص ايه بجد؟ ده ما فيش. ده ما عندوش خالص. ما عندوش يعني. ريبيرو باينه ان هو ما عندوش. ده واحد ما فيش اي فكره بتشوفها في الملعب. مفيش ولا فكره دفاعيه ولا فكره هجوميه ولا اسلوب لعب. مفيش. الراجل ده لسه راجل بيبتدي الكارير بتاعه وبيتعلم وبيكتسب خبرات. يعني انا رحت جبت كل اللعيبه دي اللي دافع فيها ملايين ومستخسر اجيب مدرب؟ يعني انا مستخسر اجيب مدرب كويس. وعلى فكره انا من الناس اللي هي مش مؤيده ان اروح اجيب اسم كبير قوي من اوروبا. اي مدرب هيجي اسمه كبير قوي من اوروبا وليه اسم في اوروبا تقيل وهيجي الدوري المصري هيحس ان هو حصل له داون جريد ومش هتاخد احسن ما عنده من الاخر. عشان الناس اللي بتقول لك مارك روزا ومش عارف ايه، مارك روزا ده مدرب تقيل في البوندسليجا. اما يجي يلعب في الدوري المصري، نادي الاهلي احنا بنشوفه اعظم نادي في الكون. احنا جماهير حاجه، احنا جماهير نظرتنا لنادينا حاجه، ومدرب اجنبي نظرته لشغله وكاريره حاجه تانية خالص. انت هتشوف اللي هو يبقى جاي النادي الاهلي اعظم نادي في افريقيا والنادي اللي بيلعب على بطولات وبياخد بطوله افريقيا وبيروح كاس عالم. هو بالنسبه له انا سبت البروفيشنال ليفل ونازل لمستوى تعبان. ما تقوليش نجيب مدرب كبير واسمه كبير في اوروبا، ده هيبقى حصل له داون جريد ومش هتاخد منه حاجه. ده طبيعي. واحد بيلعب مع انديه مختلفه برتم مختلف بطريقه مختلفه بقوانين بتتنفذ بكل حاجه سليمه، بلعيب عارف هو ليه ايه وعليه ايه، النادي عارف هو ليه ايه وعليه ايه ورؤيته ايه. فهتروح تجيب لي اي مدرب من بره اسمه كبير هيفشل زي مارتن يول. هو مارتن يول فشل ليه؟ عشان هو مدرب وحش؟ لا، مدرب جاي من بره حاسس ان هو خلاص انا حصل لي داون جريد، انا هرجع ازاي تاني؟ ما انت المدرب ده مش قاعد معاك مدى الحياه. المدرب برضه بيبقى في دماغه ازاي هرجع تاني للليفل اللي انا فيه، ازاي هستمر في الليفل اللي انا فيه. المدرب اللي بيجي من الليفل ده بيفكر ازاي هيرجع تاني. طبعا بلده الاجواء اللي عايش فيها طول حياته واللي اتعلم فيها وتربى فيها ودرب فيها، وهو ده اصلا الليفل الكبير. ده ليفل الوحش. فهو لو جالك فتره هو يبقى عايز يرجع ليفل الوحش ده اكبر من كده كمان. فكره ان احنا نجيب مدرب اسمه كبير، لا، اركنها على جنب. ومفيش مدرب هتعرف تجيبه في الفترة دي هيكون كويس. خلاص المدربين كلها الكويسين اتسكنت في أندية. كل المدربين الكويسين الماركت بتاعهم ماشي.
ده مش هتلاقيه بسهوله، مش هيبقى قاعد في البيت دلوقتي. يعني اي مدرب كويس مش هيبقى قاعد في البيت، في الدوريات كلها شغاله لسه بادئه، مفيش مدرب كويس هيبقى قاعد في البيت غير اللي فشل. فانا وجهه نظري هو واحد بس اللي ينفع في الوقت اللي احنا فيه ده، كابتن حسام البدري. انت بقى عايزين لي واحد بقى طول البتاع عامل كده، استحمل بقى كابتن حسام البدري، بس هتاخد منه كوره. كابتن حسام البدري هتاخد منه كوره، يعني محدش يقنعني ان كابتن حسام البدري هيلعب كوره مثلا اوحش من ريبيرو ده. يعني اقسم بالله كابتن حسام البدري ده يدرب ريبيرو، يعني دربه كده عشان يبقى مدرب. اكتر واحد يصلح في الفتره اللي احنا فيها دي كابتن حسام البدري. واكتر طريقه لعب تصلح لينا 3-4-3. احنا مش هينفع نلعب باربعه ورا، واحنا الاربعه اللي ورا اقسم بالله اي اتنين مهاجمين هو هيموتوهم. احنا لازم نلعب 3-4-3، 3-5-2. لازم نلعب بثلاثه ورا. انت ما عندكش باك رايت وما عندكش باك ليفت، ما فيش. ما تقنعنيش، ما تقنعنيش ان دولت باكات، ما تقنعنيش ان محمد هاني ده باك يعتمد عليه. ما تقنعنيش، مستحيل مستحيل. ما تقنعنيش ان شكري ده هاخد منه حاجه. يا راجل ده جه لعب 45 دقيقه واتصاب. وانتوا إيه يا جدعان بجد؟ ده الفلوس دي مالها بجد؟ انا جايبينهم بفلوس حرام. بعدين هو انا مستني ايه اصلا من شكري؟ يعني هو شكري كان بيعمل ايه متبروس كده في سيراميكا تخليني انا عايزه؟ ما كان عندي وانا بعته. يعني شكري ده ابني وانا اللي بعته. لعيب عادي زي كريم الدبيس. يمكن كريم الدبيس بتنشال عنه كمان، وانا مشيت كريم الدبيس. فانا لازم العب ب 3-4-3. خلاص بقى، انت بقى عندك معضله زيزو وبن شرقي وتريزيجيه. هي الخطه دي اللي هتلاعبهم كلهم. هي الخطه دي. زيزو هيلعب وينج باك، والراجل ده بتاع خط. زيزو هو بتاع خط، تلعبه وينج باك رايت، وتريزيجيه هتلعبه وينج باك ليفت. مش تريزيجيه بيقعد يحرت، ومش تريزيجيه احنا جايبينه عشان بيدافع وبيجري والهارت ريت بتاعه عالي واداؤه قوي بتاع. هيلعب في الحته دي. سيب بقى بن شرقي قدام، سيب بن شرقي قدام. هي دي الطريقه الوحيده اللي احنا ينفع نلعب بيها. والله اي طريقه تانية بنضحك على نفسنا. اقسم بالله اي طريقه تانية بنضحك على نفسنا. ده مش خط دفاع العب بيه اربعه، مستحيل يا جماعه، مستحيل كريم فؤاد ده يلعب باك ليفت، مستحيل يا جدعان. ازاي بجد؟ ازاي بجد؟ والله ده الراجل ده انا لعبته في كل حته الا مركزه الباك رايت. انا من ساعه ما جه الاهلي انا لعبته في كل حته الا مركزه الاساسي باك رايت. هي دي الخطه اللي هتناسبنا، هي دي الخطه اللي هتخلينا نلعب كوره، هي دي الخطه اللي هتسند خط الدفاع، هي دي الخطه اللي هتخلي شكلنا مش وحش ورا. احنا شكلنا وحش قوي، والله العظيم شكلنا وحش قوي. فرقه شكلها اقسم بالله يسد النفس. انا اول مره في حياتي، انا اهو خلاص انا داخل على 30 سنه، كلها كام شهر وتم 30 سنه، اول مره اشوف النادي الاهلي وحش كده. لا وحش يعني قاعد بتتفرج انت قرفان. ايه القرف ده؟ إيه وجع العين ده؟ التعديل السريع مطلوب. الدوري كده بقى هيضيع منك. بطوله افريقيا وبقى قابلني. ده غزل المحله وبيراميدز في اسوأ نسخه ليه ومش عارف مين بياخد منك نقط بصباح الفل يعني. تيجي بقى تلعبني الوداد والترجي والرجاء، هتعمل معاهم حاجه؟ هتهزر؟ هتهزر يا راجل، هتهزر بجد. شوفوا بقى تجيبوا مدرب مين. هتمسكوا بقى كابتن عماد نحاس، هتجيبوا بقى حسام البدري. يا ريت يا ريت والله بجد، هو ده اللي هينفع مع اللعيبه دي. وعارف اللعيبه ان هو عارف اللعيبه. المدرب ده على فكره كل فرقه بيروحها في بلد تانية بياخد بيها بطوله. لسه واخد بطوله اهو في ليبيا، لسه واخد بطوله الدوري في ليبيا. هو مدرب كبير، مش هنحاور على بعض. ما اصله بيكشر، اصله ما بيضحكش. يا جماعه انا جايبه ضرب في مسرح مصر يقعد بقى ينكت ويضحك هنهزر يا جدعان؟ دي كوره، يضحك ايه وما يضحكش ايه يا جدعان؟ دي كوره مش مسرحيه. نيجي بقى النقطه الاخيره هي اللعيبه. يا جماعه بجد اقسم لكم بالله ثلاث ارباع لعيبه مصر دي والله العظيم ما كانتش تحلم تلعب كوره. فانت بتلعب في النادي الاهلي، يعني يا راجل ربنا مديك نعمه. هقول لك لو مش موفق، لو مش ماشيه معاك، يعني طلع اي حاجه تقول انك بتحاول بس هي معاندة. يعني ربنا مش موفقك قول له يا رب بص انا بجتهد اهو عشان توفقني بعدين. لكن ما فيش خالص. لعيبه صباح الفل، لا حياه لمن تنادي. لعيبه صباح الفل مش شاغله بالها. لعيب شاغل باله انا اخد كام، اصل جدد لي العقد، عدل لي العقد. يا جماعه ده بنشوف لعيبه في الدوري الانجليزي، في لعيبه في مصر بتاخد اكتر منها. لعيب هنا في مصر جاب له جونين يقعد انا عايز اجدد العقد بتاعي. انا لعيب كبير. طب انت عملت ايه يا ابني؟ انا جايب جونين لازم اجدد العقد بتاعي. انا باخد 2 مليون انا عايز 30 مليون. يا ابني يا ابني ارحمونا يا ابني، يا ابني قسما بالله انتوا كلكم رجلكم الاتنين شمال.
انتوا لعبتوا كده بالصدفه، انتوا لعبتوا بالصدفه بجد. مش عارف الانديه ازاي بجد بتوافق. كل لعيب يبص لي بصتين اروح معدل له عقد واخليه 80 مليون جنيه. طب ما ده اللي بتخلي اللعيبه ما تلعبش يا جماعه. والله والله العظيم الفلوس، الفلوس بتجنن. معلش ثلاث ارباع اللعيبه دي، ثلاث ارباع اللعيبه دي ايه؟ لعيبه الكوره كلها بتبقى لعيبه بسيطه، كلها جايه من القرى والاقاليم وحلمها تلعب كوره. لعيب اول ما تروح الاهلي والزمالك انت بقى تجيبه تدي له مرتب مش عارف 30 و40. طبيعي اتجنن يا جماعه. طبيعي طبيعي بجد دماغه هتشت منه. ما يبقى لسه واحد 20 21 سنه فجاه من حياه في الريف. يعني انا مش بعيد في الريف ولا مثلا مش عارف ايه، بس لا انت تخيل انت نفسك، انا من منطقه شعبيه، تخيل يومين قاعد في مفيدا. ما انا هتجنن. ما انا هتجنن والله. تلاقيني بقى كل شويه ستوريهات ومنزل وانا خارج وما بنامش ومش طالع البيت. انا عايش بقى الحياه دي واشوف بقى ناس صحاب جديده في مفيدا صحيح. ما تجننوناش يا جماعه. الكوره ماشيه في مصر بالعكس خالص. اللعيبه دي كلها تاخد 3 جنيه ونص، اقسم بالله كلها تاخد 3 جنيه ونص. اجمد لعيب فيهم ياخد 5 جنيه. راجل ده لعيبه بتلعب كوره غلط. ده مفيش خالص يا راجل. بقول لك مرتبات هنا اكتر من الدوري الانجليزي. ده احنا بنشوف عيال في الدوري الانجليزي اقسم بالله بتموت الدنيا. ما فيش ولا بسمع بقى عدلوا لي عقدي اصل انا مش عارف الريال مش عارف مالها مش فيش يا جماعه الكلام ده خالص غير عندنا احنا في مصر. والانديه بتوافق. وده منظر فريق يا راجل. يا راجل ده الواحد الاول جيل ابو تريكه وعماد متعب وبركات. اقسم بالله اقسم بالله ببقى فاتح الماتش مش بقول هنعمل ايه، هنكسب ولا هنخسر، هنكسب كام النهارده، هنكسب كام النهارده. لو شفت واحد صاحبك اهلاوي ايه هنكسب كام النهارده، مش هنكسب ولا لا، مش هنعمل ايه دلوقتي. ربنا يستر، رب نكسب، رب اللعيبه تأدي، يا رب المدرب يبقى مركز، مدرب جديد في اسرع وقت. ويا ريت يبقى مصري عشان عارف اللعيبه، مش لسه هيشوف بقى اللعيبه ويحفظ اسامي. اصلا مش حافظ اسامي عشان الواحد تعب بقى من القصص دي. يبقى مدرب مصري وعارف اللعيبه عشان نلحق السيزون قبل ما يضيع مننا. ازيد من كده احنا مش طالبين لحد ما تيجي فتره الانتخابات الجايه عشان نشوف ان شاء الله مين اللي هيبقى بقى رئيس النادي. عشان لحد كده يعني طيبه بقى، طيبه يا كابتن بيبو بامانه الله. طيبه لحد كده يعني انت اسطوره وبنحبك، بس هي طيبه بقى لحد كده خلاص. يعني جدد بقى دم زي ما مشينا كابتن سيد عبد الحفيظ عشان بنعد كوادر جديده وبنجدد دم. عايزين بقى نجدد دم كمان في المنصب ده. يعني كفايه بقى لحد كده بامانه. اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه واحد ما يبقاش محبط بجد كده. عشان الواحد محبط قوي من شكل الفرقه وحاسس ان هو مش عايز يشوف اي حاجه مدوره قدامه. يعني الواحد اصلا شغله كمان كوره، فالواحد اصلا قرفان. يعني الواحد الكوره قدامه 24 ساعه، فانتوا الحبه اللي بنفك فيها برضو كوره وبتقرفونا فيها. يا رب الفتره الجايه الفرقه تقف على رجلها، مدرب جديد يظبط الفرقه، اللعيبه كلها تبقى مركزه تخش في المنافسه. نلحق، احنا لسه في اول السيزون وعارفين عادي ان ده بيحصل معانا في اول السيزون وبنرجع ناخد الدوري وصباح الفل. والكل اللي بيزيد دلوقتي تلاقيه في اخر البتاع اصل الحكام دوريات حرام وبتاع. فكك منهم، نركز نشد عشان هناخد الدوري باذن الله. ان شاء الله ده يحصل، ان شاء الله نفرح بفرقتنا تاني. السلام عليكم.